أطفال وجدوا المأوى وحنان الأم والأب الذي فقدوه من ذويهم الحقيقيين لدى هذه السيدة التي حمتهم من مخالب الشارع ومنحتهم دفئا أزاح برودة هذا القبو القديم المظلم. قبو لجأت إليه الحاجة أمينة وأولادها ال40 بعدما فقدت كل أملاكها نتيجة احتيال شركة للبناء كانت ستبني لهذه الأسرة الكبيرة بيتا يتسع لجميع أفرادها. عندما تحدثنا إلى هؤلاء الأطفال سمعنا من شفاههم البريئة قصصا يقشعر لها البدن، قصص لا تتشابه إلا في وحشيتها. في هذا المبنى الجديد الذي يتسع لعشرات الغرف تعيش اليوم الحاجة أمينة وأطفالها. الحياة هنا تختلف تماما عما كانت عليه في قبو تلك البناية العتيقة. مبنى واسع وجميل أهداه أحد رجال الأعمال الكازاخيين لهذه العائلة الكبيرة. هنا توجد قاعات للدراسة ومركز للكمبيوتر ومسجد ومطعم يؤمن أفضل الوجبات للصغار. وجبات كانت من أحلام الحاجة أمينة قبل سنوات عندما لم يكن لديها ما تطعمه لأطفالها. أما غرف النوم هنا فشبيهة بالغرف الفندقية، ظروف ملائمة لطالما حلمت بها الحاجة أمينة، لكن أحلام هذه السيدة لا تقف عند 40 من الأطفال، فهي تعمل الآن على تبني 30 آخرين. هذان الطفلان تخلت عنهما والدتهما قبل يوم واحد فقط من تصوير هذا التقرير بحجة عدم قدرتها على تربيتهما. أما سيرجي فهو طفل روسي عمره 15 عاما، أنهى لتوه الصف الثاني من المدرسة. التحق قبل شهر بهذه العائلة واعتنق الإسلام. في لقائنا الأول قبل 4 سنوات عجزت تاتيانا أو عائشة كما أصبح اسمها اليوم عن الإجابة على سؤالنا حول أحلامها. اليوم تبدو عائشة هذه الفتاة الروسية الأصل أكثر ثقة من ذي قبل في كل شيء، حتى في أحلامها وخياراتها. أريد أن أصبح صحفية لأظهر الحقيقة ومشاكل المحرومين وأدافع عن حقوق أطفال مثلنا. برزنوم طفلة وجدتها الحاجة أمينة بجانب حاوية القمامة. لا تخفي عنها الحاجة قصة إنقاذها من الكلاب التي كانت تسحبها. لا شيء يعكر صفو حياة هذه العائلة الجميلة سوى السرقات المتعددة التي تتعرض لها من الخارج، وكذلك المضايقات المتكررة من أجهزة المخابرات التي لا يروق لها التزام الأطفال بالدين الإسلامي. بدأت تظهر لدينا مشاكل مع جهاز أمن الدولة، فهم مستاءون من التزام الأطفال بالدين وبالصلاة ويتهمونني بتدريب إرهابيين، لكني أقول لهم: هل ينبغي أن يكون كل أطفالنا مدخنين ومدمنين على المخدرات؟ ألا يحق لنا بأن يكون لدينا على الأقل عائلة مسلمة واحدة في كازاخستان تكون مثلا للجميع؟ نحن لا نفعل شيئا سيئا. أفراد هذه الأسرة يحلمون بنهاية جميلة لقصتهم. أما الحاجة أمينة فتحلم ببقية سعيدة لقصتها مع ملائكة صغار جار عليهم الزمن والأهل والوطن وأنقذهم الله برحمته، ثم بالحاجة أمينة الجبايفا. زاور شواج الجزيرة من مدينة الماتا، كازاخستان.